السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة معانا على قناتنا ناجية من جحيم نرجسي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جايبة لكم فيديو مهم جدا جدا، فيديو تعليمي اكاديمي علمي، بيتكلم عن جوانب علمية بيعملها فعلا النرجسي في جهازك العصبي وعقلك. يا رب الفيديو يعجبكم. فيديو النهاردة بعنوان ازاي النرجسي بيدربك على رد الفعل ويخليكي تعيسة اكتر، وازاي تكسري دايرة التعاسة دي، ازاي تعكسي دايرة الإساءة التفاعلية اللي بيعملها معاكي النرجسي. لو كنت في علاقة طويلة الأمد مع شخص نرجسي، يعني معاشرة شخص نرجسي لفترات طويلة، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، سواء كان بقى صديق أو أحد أفراد الأسرة أو زوج أو زميل في العمل، أيا كانت العلاقة، مش مهم نوع العلاقة، المهم إن بيكون فيه كتير جدا جدا من التفاعل. ممكن تفتكري شخصيتك زمان وتبقي عارفة ومدركة إن انت فعلا اتغيرتي. الرياكتيف أبيوز أو الإساءة التفاعلية هي الطريقة اللي بيدربك بيها النرجسي علشان تبقي زيه، وبعد كده وبالتدريج يبتدي هو يبقى زيك، ياخد منك الصفات الجيدة اللي طبعا مش هيستفيد بيها ولا هيعرف يتعامل معاها. المهم ان هو عايز ياخدها منك عشان يخلصك منها وتبقي انتي مسيئة ومؤذية زيه بالظبط. دي الإساءة التفاعلية. هدفه الرئيسي انه يعلمك ازاي تبقي مسيئة ومؤذية وتسيء التصرف زي ما هو بيسيء التصرف بالظبط. انتي التارجت بتاعه اللي لازم يحولك من انسان جيد الى انسان سيء جدا. وطالما انا عرفت اخليها مش كويسة، طالما انا عرفت اخليها انسانة سيئة، يبقى مفيش حد احسن من حد. هو ده الهدف عند النرجسي. وطبعا هو بيدربك على ده واحدة واحدة، وعقلك الباطن زي ما قلنا قبل كده بيتعلم من خلال التكرار. يعني كل شوية انت بتكرري نفس التصرف اللي بتتحولي فيه من إنسانة كويسة لإنسانة مسيئة، بتبتدي تكرريه تاني وتالت لحد ما بتبقي فعلا مسيئة من غير ما يتكلم. بيدربك على ده بالتكرار والعاطفة. لما بيكون في خلاف بينك وبين النرجسي، طبعا الخلافات ممكن تكون في أي علاقة، ده الطبيعي إن يكون في خلافات، إحنا بشر وممكن نختلف في أي وقت، مفيش حياة بتمشي على وتيرة واحدة طول الوقت. ممكن تختلفي مع أبوكي، مع أمك، مع أختك، مع صديقتك، مع زميلك في الشغل، مع زوجك لو هو إنسان طبيعي، بتحصل بينكم خلافات عادية. لكن اللي بيحصل في العلاقة النرجسية إنك بتبدأي تحاولي تتعاملي مع الخلاف اللي بينكوا بعقلك، عايزة تتصرفي التصرف الطبيعي، إنك تقعدي وتتكلمي معاه بالعقل وتقولي له إحنا نتناقش نتفاهم. أنت لما بتعمل كده أنا بحس بكذا، أنت لما بتتصرف التصرفات دي أنا بتضايق، أنا بحس إنك بتأذيني نفسيا. بتحاولي تظهري مشاعرك وانت حاسة بإيه لما هو بيعمل التصرف ده. كل ما بتتكلمي بطريقة ناضجة وكل ما بيزيد نضجك في التعامل مع النرجسي، كل ما اتكلمتي معاه على أساس كده واتكلمتي معاه بطريقة هادية، كل ما الموضوع ازداد سوء أكتر، كل ما زادت إساءته ليكي أكتر، كل ما لامك أكتر، كل ما زادت السمية اللي انتي بتستنشقيها من العلاقة دي أكتر وأكتر. طبعا انت ما بتبقيش مدركة ده، انت بتبقي مرتبكة، مش عارفة ايه اللي بيحصل، مش عارفة هو بيعمل كده ليه، عايزة توصلي لحل عقلاني وناضج وطبيعي. بس ده ما ينفعش مع الشخص النرجسي ببساطة، لانه شخص غير طبيعي، فما ينفعش اتعامل بطبيعية مع شخص غير طبيعي. المشكلة ان انت لسه مكملة، لسه بتحاولي، وهو بيزداد سوء أكتر وأكتر، وبيفضل فظيع زي ما هو، وبيفضل ينغزك كده كل شوية بالإساءة وبالإهانة وبالسم بتاعه زي ما هو، لغاية ما بيجي الوقت
اللي بيلمس فعلا فيكي حتة حساسة جدا جدا. هو عارفك وعارف جروحك، حافظك كويس قوي وعارف ايه اللي بيألمك، وبيدوس في الوقت المحدد اللي هو بيحدده على جرحك ده. عارف ايه اللي هيستثير غضبك دلوقتي، وبالتالي عارف رد الفعل اللي هياخده منك لما يعمل كذا، لغاية ما يخليكي تخرجي عن شعورك، تصرخي، تكسري حاجة في ايدك، تشتمي، تضربيه، تعملي اي تصرف ضد طبيعتك، لغاية ما تحسي فعلا ان دي مش انتي، دي نسخة انتي ما تعرفيهاش عن نفسك. هو ده إساءة رد الفعل، أو اللي بنسميها الإساءة التفاعلية. إنك تتعاملي مع الإساءة ويعني تستوعبيها قوي، الإساءة اللي هو بيعملها لك، وتتصرفي زيها بالظبط. هو عايز يعودك على ده، وبتلاقي نفسك اتحولتي من ضحية لجاني. بتلاقي نفسك اتدفعتي للدور ده دفع، يعني انتي مش بتبقي قاصدة ان انتي تبقي وحشة ولا مسيئة ولا عصبية ولا بتصرخي طول الوقت ولا بتكسري ولا بتتعصبي على اولادك وبتضربيهم. طبعا مش قصدك كل ده، انت عمرك ما كنت كده اصلا، بس بتلاقي نفسك شخصيتك بتتحول وبتتغير غصب عنك، كأن حد بيدفعك علشان تعملي ده. وهو بمنتهى الخبث واللؤم بيتحول من دور الجاني لدور الضحية، اللي يا عيني مستحمل كل تصرفاتك، ومستحمل أخلاقك اللي اتغيرت، ومستحمل ان انت بقيتي عصبية لدرجة فظيعة، وهو مجني عليه وضحية. تلاقيه هادي بارد وبيقولك بصي، شايفة انت بتعملي ايه؟ انت واعية لتصرفاتك؟ ويبتدي يشهد الناس عليكي، اخواتك، ابوكي، امك، ويقول لهم دي بقت فظيعة، بقت بتتعصب من اقل حاجة، انا مستحملها بس عشان خاطركم، انا مستحمل بس ومش عايز اعمل مشاكل. لكن هي وبيتكلم بمنتهى الهدوء ولا كأنه هو اللي وصلك لكده ابدا. هنا اعرفي انه دخل لعقلك الباطن، وعرف يروضه وعرف يبرمجه وعرف يعوده بالتكرار والعاطفة على كل اللي هو عايزه. وظيفة عقلك هو الحفاظ على سلامتك. مش مهم أبدا تكوني سعيدة، المهم تكوني آمنة. فطول الوقت عقلك الباطن بيراقب جهازك العصبي اللا إرادي، بيفضل طول الوقت منور وشغال، جهازك العصبي على طول on، ما بيحصلوش اوف أبدا، ما بيستريحش، دايما شغال، دايما منتبه طول الوقت. وبيبتدي يدي إشارات إن طول ما أنا منفعلة، طول ما أنا بنفجر، أنا في أمان، في سلام. هو بيسكت، هو بيرجع لورا، هو بيهدى. فأنا لازم أعمل كده على طول علشان أفضل في سلام. خلي بالك عقلك بيقولك كده، بيعمل التصرفات دي بناء على كده، انه بيحس انه طول ما انت بتدي ردود افعال شديدة، زي انك تصرخي، زي انك تكسري، زي انك تشتمي وتزعقي وتنهاري وتعيطي وتبقي في حالة فظيعة، هو بيهدى، النرجسي بيهدى، بيسكت، بيبعد اذاه عنك. فعقلك بيقولك طول ما انت بتتصرفي التصرفات دي، انت هتبقي في سلام وفي امان. على الأقل مكنة الإساءة اللي بتتوجه لك طول الوقت من النرجسي بتقف. فجسمك كمان بيتصرف على أساس إن الرياكشن بتاعك أو رد الفعل بتاعك العنيف ده بيخليكي في أمان. وتلاقي النرجسي بيكافئك كل مرة بتوصلي فيها الحالة من الحالات دي، إنك تتعصبي وتتنرفزي وتنهاري وتبكي وتكسري، بيكافئك بإنه يبقى أهدى، ممكن كمان ياخدك في حضنه، ممكن كمان يمارس معاك العلاقة الحميمة، ممكن كمان يحتويكي قوي قوي قوي، ويعني يبقى في منتهى الطيبة والرقة والحنية، يجيبلك هدية، ينزل يجيبلك حاجة حلوة. كل ده بيعودك على انك تبقي مسيئة ومؤذية.
ولما بتبقي مسيئة ومؤذية بيكافئك بالحاجات اللي قلنا عليها دلوقتي دي. واحدة واحدة عقلك والعقل الباطن عندك بيقولولك ان رد الفعل السيء بتاعك بيعمل شيء ايجابي، فبيبقى فيه ألم أقل، وجع أقل، إحساس بالانتصار. فتلاقي نفسك لو انت في بداية العلاقة كنت إنسانة هادية بطبعك، رقيقة، مش أي حاجة تنرفزك بسهولة، مش أي حد ممكن يوصلك لحالة من الحالات الفظيعة اللي احنا بنتكلم عنها دي. يعني بيقولوا كده في العلم، في علم النفس، الفتيل بتاعك بطيء، الفتيل سريع الاشتعال اللي هو بتاع الغضب يعني. عندك انت كان في أول العلاقة بطيء، مش أي حاجة ممكن تخليكي تصاري غضبا وتستشيطي غضبا زي ما بيقولوا. لكن في نهاية علاقتك مع النرجسي أو الوضع اللي انت فيه دلوقتي مع النرجسي، فانت بقيتي ذات الفتيل السريع، يعني بتغضبي من أقل حاجة. ليه؟ لأنك اتدربتي على ده طول سنين عشرتك مع النرجسي، وهو بيدربك على انك تبقي سريعة الغضب. واحدة واحدة لما رد فعلك يبقى كده على طول على طول، بيبقى خلاص جزء من شخصيتك. عشان كده ناس كتير من عملائي اللي بياخدوا معايا السيشن بيقولوا لي انا عمري ما كنت كده، انا ببص في المراية ببقى مش عارفاني مين دي. اقول لها طب قولي لي، يعني اوصفي لي اكتر، اشرحي لي ازاي اتغيرتي. تقول لي مثلا انا ممكن اقول لك انا كنت ايه، لكن اللي انا كنته ده مش هو دلوقتي ابدا، دي مش هي بتاعت دلوقتي ابدا. انا اتعودت اكون هادية، انا اتعودت اكون مستمعة جيدة، اتعودت اكون لطيفة مع الناس، اتعودت اكون عطوفة جدا جدا، اتعودت اكون صبورة قوي. لكن دلوقتي انا على طول غضبانة، على طول مستفزة، على طول عندي استعداد انفجر في اللي قدامي على اتفه سبب. انا ما بقتش زي الاول، انا ما بقتش انا. طب ايه الحل؟ اعمل ايه علشان اخرج من الحياة البائسة اللي انا فيها دي؟ الحل انك ترجعي تدربي عقلك الباطن تاني بطريقة التكرار والعاطفة. زي ما النرجسي اخترق عقلك الباطن من خلال التكرار والعاطفة، وعرف يمرن عقلك الباطن على انك تبقي شخص مسيء لنفسك وللي حواليكي، ارجعي انت تاني لشخصيتك الاولانية. هترجعيها ازاي؟ هتفكري عقلك الباطن بيها واحدة واحدة. انا عارفة ان اللي بقوله ده صعب جدا، جزء صعب جدا جدا بجد من رحلة علاجك ومن رحلة تشافيكي. حتى لو انت خلاص خرجتي من العلاقة جسديا، لكن الخلايا العصبية بتاعتك لسه عالقة في العلاقة وفي الإساءة، لسه عقلك الباطن بيتصرف كما لو كان لسه جوه العلاقة بالظبط، لسه مش عارف يرجع يكون الشخص اللي كان عليه قبل العلاقة. خلينا نقول مثلا ان انت كنتي شخص هادي جدا وصبور وكل الحاجات الحلوة اللي قلناها من شوية دي، ودلوقتي انت بقيتي عصبية جدا جدا. جسمك مش هيرجع تاني يبقى هادي وصبور، وعقلك يبقى هادي كده ومثلا ما تبقيش سريعة الغضب زي ما بنقول زي زمان. ومثلا انت كنتي سعيدة قبل كده، جسمك مش هيرجع للحالة دي لمجرد ان نرجسي مشي من حياتك او رحل عنها او خرجتي من العلاقة، مش هيرجع لده. لازم بالتدريج واحدة واحدة تبتدي تساعديه بانك تفكريه كل شوية انت كنتي ازاي زمان. زي ما بتفتكري الذكريات المؤلمة مع النرجسي وتفضلي تحسي بالذنب وتحسي بجلد الذات والكلام ده كله، افتكري انت كنتي ايه قبل العلاقة، افتكري قد ايه روحك كانت حلوة، افتكري مواقف جميلة حصلت لك مثلا قبل ما تعرفي النرجسي، ايام الجامعة وايام المدرسة وايام اصحابك وايام اهلك وعيلتك، خروجاتكو، قعداتكو اللطيفة مع بعض، قد ايه انت كنتي ودودة، قد ايه انت كنتي بتحبي الناس كلها.
قد ايه كنتي بتتحملي وصبورة. افتكري كل الحاجات دي، رغم ان انا عارفة ان في ذكريات كتير جدا جدا هيكون صعب عليك انك تفتكريها، لانك عشتي فترة طويلة من الألم لدرجة انك نسيتي الحلو كله اللي كنت فيه، وما بقيتيش فاكرة غير الوحش اللي عودك عليه النرجسي. لكن نحاول بطريقة تسمح لعقلك يبتدي تاني يركز من أول وجديد في الصفات الكويسة اللي فيكي. اللي بيحصل إن وانتي بتفتكري بتفضلي تقولي مثلا أنا كنت سعيدة، كنت هادية، كنت، بس دلوقتي أنا وأنا 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 وغاضبة وأنا على طول بتنرفز وأنا. بتبدأي تسيبي الصفات الجيدة وتتكلمي تاني في الصفات الوحشة اللي انتي بقيتي عليها. بترجعي تركزي تاني على الحاجات الوحشة اللي فيكي دلوقتي. لا، انا عايزاكي تركزي على كويس اللي انتي كنتي عليه قبل كده. كل ما تلاقي نفسك عقلك بيكلمك عن الصفات الوحشة اللي انتي فيها دلوقتي، ارجعي تاني ركزي في الصفات الكويسة اللي كنتي عليها قبل كده. افتكري مواقف معينة وقولي ايوه انا فاكرة ان انا كنت هادية كده، وكنت بعمل حاجات كويسة وحاجات لطيفة. أنا كنت راضية جدا عن نفسي في الفترة دي. أنا كنت حابة قوي شخصيتي وأنا كده. اتكلمي عن نفسك بصورة حلوة كتير كتير. افتكري المواقف الكويسة واشكري وامدحي في نفسك، بينك وبين نفسك طبعا، كتير. لما تفضلي تعيدي على نفسك كل شوية الكلام ده، فانت بتدربي عقلك الباطن تاني من أول وجديد على إنك آه، تستوعبي المواقف الكويسة وتستوعبي الصفات الجيدة، وترجعي ايه تعمليها تاني. زي ما قلنا النرجسي كان بيعودك بالتكرار وبيعود عقلك الباطن بالتكرار، برضو انت هتعودي عقلك الباطن بالتكرار على الحاجات الكويسة. كل ما هتركزي على الحاجات الكويسة اللي انت كنت فيها وعلى الصفات الكويسة اللي كانت جواكي، كل ما هتدربي عقلك الباطن عليها ويستوعبها ويعيش فيها أكتر. أتمنى تكونوا عرفتوا قد إيه كمية الشر اللي عليها النرجسي، قد إيه الشيطان نفسه ما بيكونش عنده الخطة الفظيعة دي اللي بيدمرك بيها تدمير على مدار كل عشرتك مع النرجسي، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. عنده خطة ممنهجة، خطة يعني مرسومة بدقة واحترافية شديدة، الشيطان نفسه ما يعرفش يرسمها. قد ايه بيدخل ويتسلل لعقلك الباطن علشان يدمرك تدمير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، نشوفكم الحلقة الجاية.